انت مش مهم، وده احسن خبر سمعته في حياتك. خليك مقتنع ان انت مش مهم عند اي حد، ولا انت محور الكون، ولا كل الناس بتفكر فيك، ولا اي غلطة عملتها العالم كله يقف عندك. لا خالص، وده مش شيء يكسفك، ده شيء انت تحمد ربك عليه، ان انت ما عندكش هوس الكمال وهوس اعجاب الناس. اسأل نفسك سؤال، اقف قدام المراية، انت عاجب نفسك؟ ما تقولش نفسك انا الناس بتفكر فيا ازاي، انت عاجب نفسك، فخور بنفسك. تحط الجملة دي في عقلك، انك مش مهم في عيون الناس، انت مهم في حكايتك. ازاي تبني حكايتك، واوعى تستنى تسقيفهم ولا رأيهم ولا اعجابهم. ابني انت نفسك الاول، كل ده هيجي لما انت تنجح، ولو ما جاش كفاية انك تكون فخور بنفسك. تغير افكارك، غير عقليتك. انا زي ما قلت لك ان تغيير افكارك هي تغيير حياتك كلها من فوق لتحت كلها. وعايزك تعرف حاجة، ان 80% من مشاكلك من عقلك وافكارك. هتلاقي 10% 20% اللي هي ظروف الحياة والمشاكل. بقيت المشاكل من انت اللي حاطط نفسك فيها. الضغط اللي انت فيه 80% من افكارك. فغير افكارك، شوف انت بتفكر ازاي، انت متابع مين، بتعمل ايه في حياتك، بتعمل ايه في يومك. عقلك بياخد افكاره منين، متابع نظام ايه، روتين ايه. غير كل ده، هتنجح والله في حياتك. فالحقيقة اللي انا عايزك تصدقها، ان الناس اللي حواليك مشغولين بنفسهم اكتر مشغولين بيك. زي ما انت مفكر الناس، انا خايف ابتدي، خايف اعمل، الناس هتقول كده، الناس هتقول، الناس هتنتقدني، الناس. انت ما فيش حد حاطط عينه عليك اساسا، انما يحطوا عينهم عليك انت لما تنجح. انت لما تنجح وتكون فخور بنفسك، الكل هيجي وراك وهيتمنى انه يعرف شخص زي. انا حابب هبقى افوقك واديك الصدمة ان اللي حواليك مش هياخدوا بالهم اساسا لو انت ابتديت في حاجة ونجحت فيها، ولو خدوا بالهم شوية وهينسوا زي ما قلت لك. ف يا صاحبي، يا صديقي الفاضل، ركز مع نفسك وفي حالك هتنجح. ما تحطش عقدة رأي الناس، انا لو عملت كده هلاقي ايه، طب ده هيقول، طب ده لو شافه هيقول عليا ايه. مش هتعمل حاجة، والله ما هتعمل حاجة. انت اعمل وحش، هيبقى قدامها حلو، هيبقى حلو. وفي اي طريق، انت لما بتاخده في بداية